نجاوب بقى كده على كام حاجه مع بعض. خلينا في اول نقطه، ليه ماما نور اللي بتقدم؟ مش معنى هي، يعني اي واحده كانت من اللي موجودين هتقدم هيتقال برضو مش معنى هي. مش معنى هي دي ملهاش سبب، بس مش معنى هي. عايزه اقول لكم احنا ولا فكرنا كلنا في مش معنى مين اللي هيقدم، وليه دي اللي قدمت وليه دي ما قدمتش، وليه دي اتكرمت وليه دي ما اتكرمتش. كان في روح حلوه وكلنا فرحانين لبعض وكلنا مبسوطين. اللي كنت عايزه اطلع اقوله، كونك قادر تمسك تليفونك وتفتح فيديو وتتكلم بكل طلاقه وكل جمال وصراحه، ويبقى عندك ناس وعندك حضور وعندك قبول والناس بتحبك، فانت صانع محتوى. قادره تطلعي اللي جواكي بكل طاقه ايجابيه وتتكلمي عن كل المشاكل اللي عندك وازاي حلتيها، فانت كده شخصيه تحفيزيه بتدي للناس امل للحياه. كونك بتتكلمي عن احاسيسك ومشاعرك، يبقى انت برضو كده انسانه تحفيزيه، لان في ناس زيك كتير بدل ما الناس دي تنهار ومش عارفين حد يتكلموا معاه، لما يلاقوا حد زيهم ممكن في الكومنتات يخشوا يحكوا معاه ويتكلموا. فكونك قادر تمسك كاميرا فانت صانع محتوى. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، تبقى صانع محتوى هادف او تحفيزي، او كون الناس بتحبك. انت في الاول وفي الاخر انت كده صانع فيديو. فليه اتكرمتوا؟ عشان احنا موجودين نعمه من ربنا وسط ناس كتير قوي قوي باحترامنا. كنا مش عاجبين فئه معينه من الناس، فاحنا مش دول اللي احنا طالعين لهم. احنا في ناس كتير قوي بتحبنا، وفي ناس كتير قوي كويسه معانا، وفي ناس كتير قوي نفوسها نظيفه ومحترمه. فدول اللي احنا اصلا دخلنا الميديا عشانهم، ودول اللي احنا مكملين عشانهم. معظم على فكره اللي موجودين على الميديا اساسا خدوا على الانتقاد. احنا داخلين لكم اساسا مليانين انتقاد من كتر ما الناس العاديه كانت مش عاجبها تصرفاتنا، مش عاجبها ان احنا اقوياء بنقول راينا بكل صراحه، عندنا طلاقه في الكلام عامة. يعني كمجتمع ككل، الست اللي بتتكلم لا 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 دي كده ست مش كويسة، دي صوتها عالي، دي بتتكلم، دي بتعمل. اما لا، احنا عندنا فكر وعايزين نوصله، وعندنا ناس كتير بتحبنا، ولو احنا وحشين ما كانش اجتمع علينا عدد. وعايزه اقول حاجه، الشيء طبيعي جدا ان انت مش كل الناس تجتمع عليه. مين الناس اجتمعت عليه؟ جيب لي حاجه في الدنيا كده الناس كلها قالت ده احسن حاجه في الدنيا. مش هقارن نفسي بحد ولا بناس في منزله عاليه جدا، ولكن هقارن نفسي بالطبيعي. ايه الحاجه اللي اجتمعنا عليها كبشر؟ مفيش. فبالتالي الحاجه اللي مش عاجباك من وجهه نظري بكل صراحه، اللي هجري الفيديو اللي مش عاجبني، يعني خليك حتى مشاهد، احترم نفسك. انا مش هقول لك احترمني، انا ما اخصكش يا سيدي في حاجه. احترم نفسيتك انت ونفسك وعينك واهلك والظروف الاجتماعيه انت اتربيت فيها. احترم ده. اللي مش عاجبك عديه، اللي عاجبك اعمله لايك وكومنت وشجعه. طيب اللي مش عاجبني من غير ولا اشتم، اصلا مش صاحبي ولا جاري ولا ماسك في خناقي، انت مالكش دعوه بيه. ولو صاحبك وجارك وضايقك يا سيدي بعد عنه، اعتزل ما يؤذيك. الناس بقى اللي بتقول انا لازم اطلع اقول هي ازاي عامله كده وانتي الحجاب ومش الحجاب، انا حره وانت حر ما لم تضر. لا انت بتضرينا، لا لا لا، انت اللي ضاره نفسك انك تعبه نفسك وبتتفرجي على اللي مش عاجبك. اعتزل ما يؤذيك، جريه لفوق.